من رواندا من العاصمة كيجالي نحييكم هذه التحية. نحن اليوم في سفارتنا السودانية في السفارة السودانية في رواندا في حضرة الوطن السودان في حلقة تحمل في طياتها الوطن والاستقرار والأمن والأمان لوطننا السودان. نحن اليوم في حضرة مكتب وقسم القنصلية في سفارتنا السودانية في حضرة الوطن في حضرة أسامة عبد الرحمن شرف الدين قنصل السودان في سفارتنا السودانية في رواندا. وقبل أن نعرف الشخصية الفريدة الوطنية الشبابية بنغني للوطن ونغني لك يا وطني كما غنى الخليلة كما غنت مهيرة تلهب الفرسان جيلا بعد جيلا، ونغني لحريق المكي في القلب الدفيق وللدسارة حينما استشهد في مدفعه عبد الفضيل. نحن أبناؤك في الفرح الجميل ونحن أبناؤك في الحزن النبيل. والكلام ده للوطن والكلام ده ليك. وبداية نهنيك ونحييك بنجاحات القنصلية سيد القنصل أسامة شرف الدين، سانحة طيبة جدا نشكرك فيها بالترحاب والحفاوة في مكتبكم العامر. نشكر سفارة السودان سفير وقنصل كل منسوبي السفارة. بداية الكلمة ليك في SR في الصدارة، نحن بينكم في رواندا. حقيقة أول حاجة الله عمار أنا بشكرك جدا على المقدمة الدافية يا سلام المحترمة جدا. أرحب بكم في سفارة جمهورية السودان برواندا، وأحييك تحية خاصة الأخ الصحفي الألماني المحترف عمار وتيمك الميمون. نتمنى لكم التوفيق، ونحن في الواقع في غاية السعادة إنه تكون فضائية بهذا الحجم وهذا المستوى معانا في رواندا. لك التحية ولك الشكر، ونشكرك كثير جدا نيابة عن مجلسنا وإدارتنا في الخارج في المملكة وفي بورتو السودان. بداية سيد أسامة عبد الرحمن شرف الدين قنصل السودان نائب السفير الدبلوماسي الرفيع الشخصية الشبابية التي يحمل لها كل الأهل هنا في رواندا بالود والتقدير والإعفاء للجهود الكبيرة والخدمات الجليلة. وقنصلية السودان ما بخلت يوما على أهل الوطن وطلاب الوطن وشباب الوطن. بداية نتعرف عن السلك الدبلوماسي، الفترات ومحطات يمكن تكون مضيئة في تاريخك، عدد من الذكريات في الدول بالخارج نتعرف عنها في بداية هذه الحلقة. طيب أنا أسامة عبد الرحمن شرف الدين. أنا التحقت بالخارجية حقيقة منذ العام 2008، وعملت حقيقة في عدد تشرفت بالعمل مع سفراء كبار وسفراء متميزين، ومنهم السفير خالد موسى وغيرهم كثر الذي أعمل تحت إمرته هنا برواندا. أنا حقيقة عملت بسفارة السودان بكوالالمبور لفترة ليست طويلة. بعدها رجعت في العام 2014 التحقت سكرتيرا ثانيا وزارة الخارجية. ابتعثت إلى السويد، عملت قنصلا ونائبا للسفير، وكنت ممثلا قنصلا غير مقيم في كل من دول مجلس البلطيق فنلندا وليتوانيا وإستونيا. وعملت لفترة عامين، وبعدها نقلت للعمل في القاهرة، وعملت بالقاهرة قنصلا عاما. وحقيقة يعني توليت يعني بعد المهام في السفارة السودانية بالقاهرة، عملت مديرا لقسم التمثيل غير المقيم، وأيضا إدارة الوحدة الاقتصادية. ومن هذا المقام أرجو أن أرسل خالص التحايا إلى كل من عملت معهم في هذه المحطات، وأخذ بالشكر السفير الكبير وأنا كما أسميه يعني شيخ الدبلوماسية الأكبر الأديب السفير عبد المحمود عبد الحليم. يعني عملت معه في القاهرة أيضا. ومنذ العام 2024 نقلت للعمل في سفارة السودان برواندا، وإلى هذه اللحظة وسعيدين يعني بما
نقدمه لجاليتنا. وحقيقة نحن يعني نفتكر من المحظوظين في رواندا، لأنه حقيقة نحن وجدنا جالية نوعية في رواندا. نعم. وهذه الجالية يمكن يعني ازداد عددها بشكل كبير في أعقاب الحرب اللعينة، والتي نسأل الله أن تضع أوزارها ويعم السلام السودان الحبيب. حقيقة وجدنا جالية نوعية كما ذكر، جالية متكاتفة، جالية بناءة، جالية يعني تحمل قضايا الوطن بكل همة وكل نشاط، وجالية مسؤولة ساعدتنا كثير جدا إنه نقدر نحن نتقلب على الصعاب وعلى الظروف يعني رغم ظروف السودان. العمل الدبلوماسي سيد القنصل أيضا له جوانب مشرقة وجوانب رياضية وجوانب اجتماعية وثقافية تحدث عنها والخدمات. شرف دولة رواندا في فترات سابقة وفي فترات حالية قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ. نحن نعلم تماما بابتعادكم عن الرياضة وعمل الدبلوماسي والعمل العنصري يأخذ كثير من الوقت وكثير من الزمن، ولكن يبقى الوطن متواجدا هنا متمثلا في الهلال وفي المريخ، ويمكن ده كان يعني حدث كبير جدا في رواندا. شكرا لك عمار. بدءا أرسل التحايا إلى فريقي الهلال والمريخ، وأخص بالشكر رؤساء النوادي والإداريين والفنيين واللاعيبة والقائمين على أمر الفريقين. حقيقة استضفنا في الشهور القليلة الماضية ويمكن حتى اللحظة فريقي الهلال والمريخ، وكانوا هذه الفرق كانت إضافة حقيقية للحراك الثقافي الذي اعتادت عليه السفارة بقيادة السيد السفير. فبرضو الجانب الثقافي والجانب الأدبي يوليه سعادة السفير خالد موسى أهمية قصوى أيضا، كما يوجه سعادة السفير بالاهتمام بالجوانب القنصلية، كذلك لم يغفل الجانب الثقافي وهو الأديب الأريب خالد موسى. فوجود فريقي الهلال والمريخ أضاف لونية خاصة للحراك الثقافي، وأصبح يعني المران والمباريات متنفسا للجالية. وحقيقة استمتعت الجالية السودانية بأحلى الأوقات مع الفريقين، وفي اللقاءات وفي التمارين والحراك وعاشوا الأجواء الجميلة. وبهذه التجربة الرياضية البديعة يعني كأنهم يقولون إلى رواندا وإلى إفريقيا وإلى العالم أن السودان قوي، أن السودان موجود، أن السودان حاضرا وسوف يظل حاضرا وقادم بقوة. سفارتكم استقبلت الهلال والمريخ واحتفلت أيضا. نعم يمكن دي في بيت السفير وفي سفارة السودان. نعم، السيد السفير يعني حقيقة كان لديه اهتمام كبير جدا جدا يعني. فاختصارا شهد منزله العامر بضاحية نيار تراما الدعوات والتكريم لهذه الفرق في أمسيات جميلة، يعني كانت يعني تتويج لهذه البطولات. وحقيقة يعني كانت يعني أجمل الأوقات واللحظات. ونشكر يعني برضو مجددا الفرق يعني لاختيار رواندا. السيد القنصل تحدث عن الفعاليات الكبيرة والملاحم الوطنية والتواجد السر لطلابنا في الجامعات، ويمكن هناك عمل ثقافي كبير جدا شهدته القنصلية والسفارة السودانية. كما ذكرت إنه الجالية حوالي 7,000 مواطن سوداني. معظم هذه الأعداد تعاظمت بعد الحرب كما تعلم. الغالبية من هؤلاء
مواطنين. جاليتنا يعني أكثر طلاب، يعني حوالي 4000 ويزيد. حقيقة يعني رواندا من البلاد المضيافة جدا، والشعب الرواندي شعبي طيب ومرحب، وهنالك مشتركات كبيرة ثقافية وغيرها تربط الشعبين. وأرجو أن أخذ هذه السانحة لأتقدم بالشكر إلى سعادة الرئيس الرواندي بول كاغامي وإلى الشعب الرواندي على استضافتهم لإخوتهم السودانيين، وسياسة الأبواب المفتوحة تجاه القارة الأفريقية، ولهم كل الشكر الجزيل. نحن حقيقة في القسم القنصلي يعني نقدم كل الخدمات القنصلية اللازمة والضرورية من أجل وضع الحلول لكل القضايا القنصلية التي يواجهها طلابنا. وفي هذا الصدد يعني أول الإجراءات التي المطلوبة من الحكومة الرواندية هو الفيش. فهذا تحديدا أي سوداني يصل إلى رواندا يحتاج إلى هذا الإجراء المبدئي. ونشكر سعادة السفير خالد موسى يعني شكر يعني كبير جدا إنه يعني يولي اهتماما خاصا بالقضايا القنصلية، ودائما يعني في القنصلي هو بيتابعنا متابعة لصيقة جدا. وبيقول لنا يا أخواننا العمل القنصلي ده بوابتنا ونافذتنا لجمهورنا، ونحن ما بنقدر نخش قلوب الناس إلا بالعمل القنصلي ده. فيعني نحن لا أستطيع أن دخلنا اجتماعا أو جلسة غير رسمية مع سيد السفير خالد موسى إلا وتحدث ولو يسيرا عن الاهتمام بالجالية وقضاء حوائجهم القنصلية. وله التحية. ونشكره. وعنده اهتمام خاص بالطلاب والطالبات. والعمل القنصلي يعني هنالك كثير من الإجراءات التي نقوم بها في الخدمات. مثالا الخدمات ليس حصرا الفيش، التواكيل، إفادة لمن يهمهم الأمر، الإقرارات، وكثير من الشهادات يعني والتوثيقات وكل ذلك. والزية. والحمد لله يعني سعيدين من الأمر يصير بصورة مميزة وسعيدين جدا يعني من سعيدين جدا من مستوى الخدمات يعني، ورضيانين تماما على ما نقوم به. وممكن يعني أختم بحاجة يعني إحنا في العمل القنصلي يعني طول اليوم شغالين، هنالك توجيه واضح من السيد السفير إنه العمل القنصلي يظل يعني بكل يسر، ونقدم كل ما في وسعنا من أجل تقديم خدمة قنصلية متميزة. حتى نحن يعني قد نكفل يعني في بعض الأوقات في الزمن المعلوم، ولكن سيد السفير يعني وجه توجيه واضح، ما في أي سوداني يجي ويرجع أقلها نستلم منه الورق، يعني ما في حتى لو جاء في أي زمن بعد الدوام استجابة. توجيه من السيد السفير له الشكر يعني. له الشكر، له التحية.